بعض الملاحظات. هذه وحده الاولى. هذا موضوع الطرمونيه غيكون على هذا الشكل، غيكون اولا ملاحظات واسئله وحقائق غنعطيها لكم على الطرمونيه وعلى المكانه ديال الطرمونيه في المغرب، وشنو شنو 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 قاد يدير الطرمونيه في المغرب، وشنا هي الاستثناءات اللي خالق الطرمونيه في المغرب ما وصلوا فيها لا سيدنا ولا اخنوش ولا وهبي ولا بوحدو، هو دون اون كاتيجوري ابار، هو بوحدو. ما تعرفوا ديك النكته ديال كاين البطاج الاول والطاج الثاني والطاج الثالث ديال الحماق، ولكن كاين واحد الطاج خاص غير بواحد، هو هذا خينا، هذا هو الطرموني. وانا غنطرح عليكم اسئله او ملاحظات او وقائع، وانتم حكموا الخوت. شوفوا هذا الطرمونيه شكون هو اللي خرج ولده المخنن هذه نهار ولا يومين، اليوم على البارح وقيله البارح، ملي كثر عليه الصهد وكثر عليه الضغط وكثر عليه اللعنه اللي كتوصلوا تلميحا وتصريحا ديال الساكنه، راه طلق بعض المطبلين باش نكون كوريكت، وبعض الطعارجيه كيطبلوا ليه ويقول لك حنا راه كندافعوا على المدينه، حنا ما كندافعوش على الاشخاص. وانا بصراحه ما بغيتش نفوكاليزي ولا نفوكسي على هاد الاشخاص، على هاد المطبلين والطعارجيه، لان هذا هو الهدف ديالهم. الهدف ديالهم هما يديروهم بحال البارشوك، تتلاها معاه تبقى دي وتجيب معاه وتجاوب انت وياه، ومول الشي ومول ولي الامر راه بخير وعلى خير، راه كيتفرج فيكم كيتسنى لكم الغلطه. اولا عندنا واحد الامل، واحد الرغبه، واحد الامل بليتو، واحد اون اتونت من طرف القضاء اللي نصف هذاك الوليد مسكين اللي كانوا غيصيفطوا الطرمونيه ب8 سنين وبرئوا في الاستئناف. هذاك القضاء علاش داوي انا، ماشي اي قضاء، هذوك الشرفاء اللي باقيين في القضاء، حنا باقي عندنا الامل ان هذا الوليد هذا يتنصف. اللي نصف هذاك الولد الاخر من 8 سنين وعطاه البراءه مع هاد ولاد الحرام. كنعاود ناكد على ولاد الحرام من فعلهم. انا ما تنطعنش في الوالدين، وما عمرني ما كنقصد الوالدين، راه النص ديال المغاربه ولا 3/4 ديال المغاربه ملي تيقولوا ولد الحرام تيقصدوا بها ولد الحرام من فعله. انا تنعاود نقول هذه وحده. حنا عندنا امل ان دوك الشرفاء اللي كاينين في القضاء يبانوا وينصفوا هذا الوليد هذا، لان هذا الشيء راه ما انزل الله به من سلطان، هذا الشيء راه طغيان. ولد ماشي واحد زعما نقولوا سياسي ولا مناضل ولا ناشط في هذا الشيء ولا عنده شي علاقه بهذا الشيء، ولا الدري راه تنقولها وتنعاودها، لا علاقه. الهدف هو التقصاح، هما يقصحوا دارهم، يقصحوا عائلتهم، يضربوهم في بلاصه اللي كتضرهم. وليد صغير مسكين يلاه تيقرا، يلاه تزوج، يلاه كذا يلاه بادي الحياه ديالو، هو والزوجه ديالو حتى هي الله يبارك لهم وعليهم وبخير وعلى خير. الزوجه مسكينه يتيمه وحتى هي كتقرا. اسره مثاليه، يعني اسره نموذجيه، ناس مثقفين وواعيين ودراوش وبخير وعلى خير، عايشين الحياه ديالهم. ما كاين مسوقين لا الطرمونيه ولا سيدي سكت. الطرمونيه فارض راسو عليهم وعلى السكينه كامله. المهم واحد اليومين خرج هاد الطرمونيه هذا ولده المخنن، خرج جار معاه واحد الرباح، حيت ما يقدرش يخرج زعما بلا كارد كور وبلا السي بارك تيخاف على المخنن ديال ولده، وغادي زعما كيتفقد زعما وسير تفقد السبيطار تفقد غادي فوق الغيس. هذا والله الا وجهك صحيح، انت ضارب الحطات وكذا وهذا وغادي فوق الغيس. اش كتقلب اودي، اش كتقلب؟ خلينا من هادشي، لا حول ولا قوه الا بالله. هاد المتابعه على البارطاج، ربما عمر شي واحد ما دارها في المغرب من المسؤولين الكبار، وسيدنا الله ينصرو وعمرو ما دارها. كتخليهم يكتبوا عليه، عمرو ما تابع على شي واحد كيبارطاجي كيتفاعل. واخنوش تياك تابع بعض الناس، تابع المرحوم مسكين خالد الجامعي، وتنازل من بعد. ما عمر ولا وهبي براسو، وهبي الظاهره، وهبي المصيبه الوهبي، وهاد وهبي وما عمرو ما تابع شي واحد على البارطاج. دابا انت دخلتي بارطاجيتي منشور غتمشي للحبس عند الطرمونيه. هو الوحيد قلت لكم في المغرب اللي كيتعاملوا معاه بهذه الطريقه هذه. انا غنعطيكم بعض الملاحظات وبعض الاسماء وبعض الوقائع
وحبذا دوك المطبلين والطعرجيه ديال الطرمونيه يخرجوا يجاوبونا على هذه النقط هذو. الله يجازيكم بخير. ما تبداو تبيعوا الوهم وتكذبوا على عباد الله وتحملوا مسؤوليه دنيا واخره امام البشر وامام العباد وامام الله. جاوبوا الناس بموضوعيه. عيب نبداو تسبوا في عباد الله هرقاوه هكذا اللي انتقدكم راه هرقاوي. نتوما ولاد الوقت، نتوما مالقافزين، وانتوما انا كنعبر وكنحاول نوزن كلامي. كاع اللي انتقد طرامله هرقاوي وما يستحقش يعيش كاع، صيفطوا بها للحبس. عند هاد الناس هادو تيخرجوا تيدويو بوجههم احمر، تيقول لك انا هادشي كنديرو فابور بسبيل الله. ملايكه، استغفر الله العظيم. نقيد بعض النقاط. هاد الدري هذا اللي تابعتوه على البارطاج، على البارطاج، قسما بالله على البارطاج، بث وتوزيع بارطاج، ما كتب ما دون ما والو، بارطاج. هاد الولد هذا اللي هبطوه للحبس على البارطاج، الا كان الحق حق والقانون قانون، مثلا نعرفوا القانون ما تيتجزاش، يعني كينزل على كل شيء. الا تابعتوا هاد الولد هذا بالبارطاج، خاصكم تتابعوا كاع الناس اللي بارطاجاو المنشورات ديال الفرشه من نهار فتحتها من 2017 والى يومنا هذا. الا كان هذا هو القانون وهذا الشيء كيدار وهذا الشيء عادي، خاصكم تتابعوا كاع الناس اللي كيبارطاجيو الفرشه، ماشي غير هذاك الولد. علاش هذاك الولد بالضبط؟ علاش قصدتوا هذاك الولد؟ الا ما فيهاش انتقام وفيها كذا وفيها، علاش زعما هذاك الولد اللي لا علاقه، اللي معلم عايش الحياه ديالو، ربما خوه ربما اختو ربما جو سي بانا كيد عندهم نشاط كيكتبوا ولا كيديروا ولا كيفعلوا ما نعرف، ولكن هو علاش قصدتوا هذاك الولد بالبارطاج؟ الا غديه هو بالبارطاج، خاصكم ديو الناس المغاربه كيبارطاجيو. واخ حنا نهضروا، خليونا عارف دوك، حيت دابا المملكه ديال طرمونيه هذيك بوحدها اللي كينطبق فيها ما كينطبقش على واحدين اخرين. علاش هذاك ما علاش دوك الناس اللي بارطاجوا هذاك المنشور كامل ما جبتوهمش حاسبتوهم؟ على الاقل عي داك المنشور، يعني ما ندويش انا على كاع المنشورات ديال طرمونيه، غير داك المنشور ديال البنت اللي تحسك لها، البنيته اللي تحسك لها صبيعاتها مشى باها داها للجامعه باش ياخذ لومبيلونس وما لقاش لومبيلونس وجري عليه الطرمونيه المخنن. لا هو ولا السيده اللي كانت قبل منه واللي داوى مع منين تزيروا داوى مع واحد السكيري. واحد الحاله راه لا حول ولا قوه الا بالله. هاد الناس كلهم خصهم تتابعوهم منطقيا وقانونيا وعقليا وسموها كما بغيتوا. علاش قصدتوا هذاك الولد بوحدو هبطوه على البارطاج؟ علاش؟ نتمنى هذوك الطعارجيه وهذاك هذا يمشيو يسولوا ولي نعمتهم ويجيو يجاوبونا، فعاود ما يبداو يسبوا في ولاد بلادهم. ملي كتسولو تقول ليه كيفاش هادشي ديال الوساطه، تقول لك انا عمرني ما درت شي وساطه، وانا كيسطحك في وجهك. هو توسط لي انا جا عندي كيطلبني وقال لك انا عمرني ما درت شي وساطه ولا اكثر من مره ماشي مره. يجيو يطلبك وهذا وانا مزاوق بحال كيطلب على بواه، بحال كيطلب على بواه. انا ما بغيتش نستخسر الحوار بيني وبينك، لحد الان انا باقي محترم، ما بغيتش ندخل معاك في المسقي. فانا غير كنجاوب وكنوضح من باب ردا على الناس اللي سميتيهم هرقاوه. احنا رديتينا هرقاوه حيت كنتاقدوا، كاين باس يعني حقك هذا قول اللي بغيتي، كيما انا تنقول المالينوات، كنقول طباله، كنقول طارجيه، كنقول ولاد الحرام، انت قول اللي بغيتي. انا ما نجيش نسبك في صفحتك، ديرها اكيد ما نديرهاش، ما عمرني ما ندير، ولكن نرد عليك. ونهار تقرر انك تشخصن غتلقاني واجد على القرص، على القرص. نهار تقرر انك تشخصن الحوار بيني وبينك غتلقاني لك بالمرصاد، انا كنتسنى الزلقه. نهضروا على الامثله. جبت لكم هذاك الولد ديك النهار، قلت لكم راه صيفطوه ب 8 سنين مسكين، لولا لطف الله ثم ربي سخر ليه ولاد الناس، ولاد الحلال في القضاء وفي الجسم المحاماه وفي كذا باش ردوا ليه هذيك 8 سنين 8 شهور. اول الامر في الاستئناف ثم في النقد اخذ البراءه ديالو تامه. مع ذلك هذا الشخص هذا مول 8 سنين
عبد اللطيف نوال ما رجعوش للاصل المشكل. شكون اللي صيفطو وشكون اللي زور وشكون اللي دار؟ ظلمناك، سير اخويا بصحتك وراحتك الحريه. كاين شي متابعه، كاين شكون اللي دار هذا الشيء، نحققوا في هذا الشيء شنو وقع. كاين انسان كان يتظلم، كان يتدفى، كان يتظلم حياته كامله، كان يتدمر. هذا الشيء ما نحققوش فيه، لا هذا الشيء ما يستحقش التحقيق. ما يستحقش نعرف شكون اللي بغى يصيفط هذا السيد هذا اللي هو انسان مادام مرشح باش يسير جماعه، راه سي با نامبورط كي نون بلو. وواحد بحال هذا عباد الله وصيفطوه تمثيل، اش غيديروا بالدراوش؟ اش غيديروا بالدراوش؟ سمعوا الدراوش، سمعوا الدراوش، سمعوا الدراوش. خا الدراوش كاين فيهم اللي يستحق، منهم هذا الاول اللي نذكر لكم، حميد محبوب او الملقب اغوغو. الناس ديال المليونيه القديمه تيتذكر مزيان ان هذا الشخص سبق له انتحل الصفه ديال الفرشه باش يتسمسر بها في دكاله، ودار صفحه ولصق حتى هو اللوغو وسمى راسو الفرشه وقال يلاه بسم الله على بركه الله نبداو الخدمه. اتصلت به انا بلاتي احسن، قلت له ود الناس هادشي اللي كدير ما خدامش، بغيتي اخويا دير هضر اخويا بلسانك، هضر بصورتك، هضر باسمك، والله ما تسوق ليا. قلت له ما قلتي عيب، قلت الله يسهل عليك، وانا ندير منشور في الصفحه عندي. باش منشور في الصفحه ما كاينلاش نص ساعه ويجي عندك يطلب وكيرغب، حيدها، حيد السميه، حيد كذا، حيد كلشي، رجعوا هذاك هاد خينا هذا قرحوا الطرمونيه وصيفطوا واللي خرج ما اش نقول لكم، ما بلو اكثر طواعيه ولا اكثر هذا منه تموت، ولا بحال حاشاكم ما بغيتش نصوروا، ولا شنقول لك بيضاق ديالو صافي، ما بقاش مسكين قاد يهز الراس. هذا راه هذا حميد. خالد ابو الرحيم 11 شهر ديال الحبس نافذه بسبب تعليق. خالد ابو الرحيم. حسن بالرابح، حسن بالرابح خد عامين ديال الحبس. هذاك الشيء كله هذا الشيء مباشر مع الطرمونيه، مباشر مع الطرمونيه. خد عامين ديال الحبس، ولا شي عامين ديال الحبس. عرفتي بسبب اش؟ بسبب رمانه كلا من الفيرما ديال الطرمونيه صيفطوا عامين ديال الحبس. حسن بالرابح حي، هو حي، راه ماشي شي كنقول لكم، راه ماشي الخيال العلمي ولا قصص الف ليله وليله ولا هادشي، راه حي واقع. هذا الظلم وهذا الطغيان اللي كيطبلوا ليه بعض المزمرين وبعض الطعارجيه، هادشي راه واقع حياه معاش. ومع ذلك مازال اللي عنده الوجه كيدافع على هادشي وتيقول لك انا كندير هادشي في سبيل الله، فابور ما كنتخلص ما والو. نور الدين قطيبي اللي جبت لكم في اللايف الاول على الطرمون، ماشي الاول اللي قبل هذا الاخر، هذا اللي على الطرمونيه. نور الدين قطيبي 8 شهور ديال الحبس. هذا علاش دار 8 شهور ديال الحبس؟ يتعلق الصوره ديال الجماعه، دار تدوينه فيها صوره الجماعه، صوره مقر الجماعه، وقال هذه الجماعه كيقول بحال ما يقول، قال باللي الجماعه تعرف بعض الخصائص وبعض الاختلاسات وبعض ضروري كاين الاختلاسات مادام هذه الجماعه ما كيبان عليها خير. ما عندها سبيطار مقاد كي الناس، ما عندها طرقان مقاد كي البارح راه كيتمشاو الزناقعه وسط الرمله وسط الغيس. الملك العمومي، الترامي على الملك العمومي، حديت ولا حرج، حديت ولا حرج. هذه واحد الاسبوع ولا اسبوعين اتصلوا بيا شي ناس وراوني شي فضيحه ديال الملك العمومي. قلت لهم اودي رانا دابا هذه الوقيته راني ما كنبغيش نفتح بزاف ديال الجبهات دقه واحده، وهذا الموضوع ديال الملك العمومي موضوع يعني منتشر في المغرب كامل، ماشي شي حاجه خاصه بهذا. ما خليه هذا نحطوه في الارشيف، ولكن ما نقدرش نفتح باب ديال الحرب مع الطرامله على فران خارج في الطريق وقاطع الطريق. الوغ هذا الشيء يعني مطلي به المغرب كامل، مطليه به، واخا يستحق في الاصل يستحق. نوض اتصلت انا ماشي اتصلت، كيعجبني هاد لابارتي الطرمونيه العثمان المخنن. هادشي اللي كنقولوا خرج فضحني فيه، خرج قول راه كيكذب. الا ما خرجتيش لعنه والله عليك انت وباك. صيفط ليه ميساج، دبرت على الرقم ديالو، صيفط ليه ميساج قلت ليه راه الناس كيتشكاو هكا، السلام عليكم ورحمه الله. تقدر نصيفط لكم كاع السكرين. انا كنبغي نهضر مع هاد المسؤولين، كنهضر معاهم برقمي الشخصي الاساسي الرسمي ديما،
فاي واحد، اي مسؤول، اي كيما بغى يكون عنده قضيه تواصل مع شي واحد تحت اسم الفرشه، يرد باله الرقم، واش هذاك هو الرقم الرسمي ديال الفرشه ولا لا. انا ما كنتواصل مع حد برقم مخالف، عندي رقم واحد اخر مخالف فعلا، ولكن هذاك ما كنستعملوش الاتصال، كنستعملوا الترونسفير ديال هذا من هذا. المهم كنت ندير اللايف نستعملو، هذا هو الهدف ديال داك التليفون، ماشي ديال نتصل مع عباد الله ونخبي راسي ولا لا، سي با سا جامي. فقلت له السي عثمان، راه الهضره ديال المنشورات ديال التزوين ماشي هضره ديال المباشره مع الناس، احترام، السلام عليكم ورحمه الله. السي عثمان راه الناس كيتشكاو من هاد الناس كتقطع لهم الطريق، مضطرين يدخلوا وسط الطريق، ناس كبار وداك الشيء يدخلوا وسط الطريق ويهبطوا للطريق، عاد يقطعوا، راه فيها خطوره على الناس، وعاد فيها تتفرع الجماليه ديال هذا، كتضرب البلون داميناج معاك كلشي الملك العمومي. بديت نبقى ما جاوبني ما والو، اش دار؟ طلق البلطاجيه ديالو وبدا كيهدد في الناس اللي جاو يتشكاو ليه منه، واحد جوج الناس اللي جاو يتشكاو من الموضوع عرفهم هما اللي تواصلوا معاه، قسما بالله الذي لا رب سواه. وهذا السيد هذا يخرج يكذبني حتى هو، وعثمان براسك خرج كذبني. واش تواصلت معاك ولا لا؟ واش بلوكيتيني من بعد ولا لا؟ وقلت لك واخا ما قلتي عيب، قلت لك انا نقابلك. ما رديتيش عليا حتى الجواب، ما جاوبتينيش حتى الجواب، وقطعتي التليفون وبلوكيتيني، ومشيتي كتهدد في السيد اللي توقعتي انه هو اللي صيفط لي الرقم، لانه هو اللي جا عندك في الصباح كيتشكى من هذاك الملك العمومي، جا عندك هو من هو قلاطه هذاك البزناس المول التسجيلات اللي حنا جايين ليه. الخطير شنو هو؟ الخطير كانت واحد الصفحه سميتها واش خميس مفتوح ولا شي حاجه، شحال هادي ما يطيحوا على مالها، كانت كدير شي منشورات ولا هذا اش كيديروا. راه قلت لكم راه الدرك الطرموني، وبين قوسين بين قوسين كاين واحد التوضيح اخر خصنا نديروه، فتح هذا القوس الله يجازيكم بخير والسلام على خاطركم. اخر مره ملي هضرت على قلت لكم راه شدوا هذا المعلم، راه جابوه الدرك وراه شدوه عندهم وراه صندقوه وكملوا الاستنطاق معاهم وخلوه مشى في حاله، وحتى خرج السيد عاد عاودوا عيطوا ليه يقولوا لي اجي حق نسينا، معناه انه توصلوا بالتليفون ولا توصلوا بكذا ولا التليفون تحرك. il s'agit pas de la gendarmerie royale، ماشي الدرك اللي داوه، انا كنت غلط واستسمح، وانا داير الفرصه فين نوضح لكم. البوليس لا بي جي الجديده هي اللي داتو وهي اللي درست الفعايل الناقصه، لا بي جي ديال الجديده ماشي الدرك. الدرك حنا جايين ليه، ماشي تنقول لكم تنبرأ الدرك ديال داك درك طرموني، لا غبار عليه، درك طرموني ماشي ملكي. غير هو هاد الواقعه باش الامور تكون واضحه وتكون مضبوطه، هاد المعلومه هادي راه كان فيها خاص فيها تصحيح، هو ان اللي اعتقلوه واللي خرجوه وعاودوا جابوه هما لا بي جي الجديده البوليس ماشي الدرك. نقطه التوضيح ساليناه. قلت لكم هاد الدراري هادو كيجيبوهم الدرك بلا محضر بلا رسميه بلا والو، بداو يستنطقوا فيهم شكون دار هادي شكون دار هادي، حيد هذاك اللايف، حيد هذاك اللايك، حيد هذاك اللايف، حيد هذاك الكومونتير. يمشيو لديور ولاد الدراري ملي كيشوفوا دار شي لايك كيمشيو لديورهم نيشان لوالديهم الدراري صغار مراهقين ويبداو يهدوا فيهم، قول لي حيد اللايك وقول لي يدير هذا وقول لي حيد بارطاج، راه ما حيد البارطاج راه غنصيفطوه فين يتربى، راه عرفتي الهضره ديال الطغيان. حتى صاحبي تخيل دابا انت كنتي دابا اي واحد يدير راسو في هذه البلاصه هذه، دابا انت انسان مواصل وعاطيك ربي النفوذ وعاطيك المال وعاطيك 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 وعاطيك، ولا تسالون يومئذ عن النعيم. عاطيك هادشي كامل وجات عندك السيده درويشه ومراه كبيره والمراه يتيمه معاها وولادها معاها وجارين هذاك الشيء كامل ويقلبوا عليك ومشاو لك حتى الرباط وهذا وشد هادي وشد هادي والترونسبور والنهار كله ما دايعين مساكن، دايعين تايهين في ارض الله. اللي قال لهم راه هاد السيد تعرف طرمونيه سيروا طلبوه كيمشيو ليه مساكن، ومشاو ولاد الحرام حتى لعنده تيطيحوا ليه على رجليه اصاحبي. والمخنن ديال ولدك يقول لهم صافي قلت لكم دابا ما مساليش، صافي سيروا حيدوا عليا من هنايا، هذه وقت الخدمه، بلاصه الخدمه هذه ماشي وقت الطليب ووقت الرغيب، سيروا يدير الله خير سيروا بحالكم. باز اخويا لقلبك والله الا باز بالله، والله الا تنشوفوا حنا على قطات قلبنا تتقطع على قطات. نتوما راه طينتكم طينه بوحده، طينه ما عرفتش انا شنو طينه نتوما والله القسم بالله.
باش تكون عندك هاد قصوحيه القلب، باش تخبط المال العام وتحرم عباد الله وتجوعهم، خص تكون قلبك قاصح. والله العظيم الا عندي بوكو دو ريسبي، بوكو دو ريسبي النصابه اللي كينصبوا على المال الخاص. ماشي بوكو دو ريسبي، تنقول كنلقى لهم العذر، ماشي ريسبي، جو سو مال اكسبريمي، كنلقى لهم العذر. كنقول بون الانسان يقدر عنده كانت عنده ظروف، ولكن ماشي مال العام. مال العام بالنسبه لي انا عندي بحال شي مصيبه كحله. المال العام ما خصكش توصلوا اصاحبي، المال العام راه الاغلال هذيك. ما الا وصلتي ليه صافي، ما عندك كبده، ما عندك قلب، ما عندك مقطع ما كتفكر لا في ديالها في اخره. غزال على الاقل ملي كتشوف نصب على هذا، كتقول بون هذا خطا، يقدر يصلحوا مع هذاك الشخص، يقدر يصلحوا مع هذاك الشخص، يرد ليه رزقه ويدير ليه. كاين اما المال العام كدير ليه، كي غدير ليه 100 بدا يا صاحبي. لا حول ولا قوه الا بالله. هادو شنو دايرين هادو ولاد الحرام هادو، هاد الدرباعه ديال الطرمونيه. عندهم هذاك القزاحي ديال سلمان، قلت لكم سامي سلمان، المحامي التونسي، وعندهم مفوض قضائي ادوك، يعني خاصين الرصد ديال الكتابات والتدوينات. فين ما تحط، غير تحط شي تدوينه خصوصا الفرشه او كاع الصفحات المحليه والوطنيه ولا الصحافه، ولا غير تحط شي حاجه ضد الطرمونيه، اجري يا مجري، كنش ووثق وفرغ ودير وكذا. والمفوض القضائي والمحامي سلمان واجدين، هادي خدمتهم، مخلصين ناضيين. هما رباعه، هما كيدافعوا على الكارطيل ديال المخدرات. كارطيل المخدرات هادو هما الذراع ديال الدفاع عليهم، بدليل ان سلمان كيدافع كذلك على الجندارم عادل درهم، كينوب عليه عادل درهم، النجم ديال الفرشه، صاحب التاريخ والصوره وكذا 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 كذا، ديال مع حمدون، مع الصوره مع هشام دولي نائب وكيل الملك والمحاضر وكذا. هذا راه المحامي ديالو. عادل درهم هو اللي قلت لكم في اللايف، اخر لايف على الطرمونيه، انه زور، هو صاحب التزوير ديال السيد اللي صيفطوه بتم سنين لولا لطف الله. هو عاوتاني شكون له ما يستحقش التحقيق وما يستحقش كذا، اللي يستحق التحقيق يستحق يهبط هو الوليد جواد المعلم، هذاك يستحق يهبط مسكين هذاك، حيت بارطاجا منشور، عزلتوه بوحدو من دون الناس. اجي نتايا بارطاجيتي منشور، اجي نديوك انت، اجي نربيوك انت، ونربيو بك اسرتك، ونربيو بك السكينه، وننتقموا بك من الفرشه. بين قوسين سلمان والمفوض بجوجهم قلت لكم، دويت لكم على الخياط، الفيديو ديال الخياط اللي كيمارس مع حاشاكم مع سلمان. الخياط راه صاحبهم بجوج. الله يجازيكم بخير الاخوان، اللي ما عارفش معذور، واللي عارف واخا تنظن ما كاينش واحد اللي عارف ويعيط لك الا كان باغي في الخدمه. شنو اخرى، شنو رومارك اخرى عاوتاني. هذه واعراتي، لا حول ولا قوه الا بالله. هاد الطرمونيه، الشي هادو اللي ذكرت لكم كاملين هادو اللي ذكرت لكم، الضحايا اللي ذكرت لكم مشاو للحبس، واللي مضروب، واللي كذا واللي كذا واللي كذا. عمرك يا السي الطرمونيه، جلاله الطرمونيه، ما كلف نفسه يحضر في شي جلسه. الجلسه ديال نور الدين القطيبي مثلا 8 شهور ديال الحبس، ديال دابا 8 شهور ديال الحبس، عمرو ما حضر، ما كيستمعوا ليه الجدرميه، ما كيحضر الجلسات، كيخسر تليفون. الو المحامي صيفط لي هذاك، المحامي عارف راسو مع بمن يتصل، الدار كله ديالو، المفوض ديالو، كلشي ديالو. الو فلان هبطوه ليا. والملك جلاله الملك ما تيديرش هادشي. انا بعدا ما عمرني ما سمعت شي واحد هبطوه حيت بارطاجا شي حاجه على الملك، عمرني ما سمعت شي واحد هبطوه حيت بارطاجا شي حاجه على بارطاجا، كنهضر على بارطاجا، حيت بارطاجا شي حاجه على اخنوش او على وهبي او على وهادو كنا كنتخيلوهم. انا ماشي هادو كنتخيل، كنهضر على وهبي واخنوش.
هادو ياك المسخين وكذا عمرو ما تابعوا شي واحد بشي بارطاج. وهاد وضع الحرام هذا تليفون والله ما تيحضر في الجلسه بالله. هاد القطيبي جيبوه سولوه 8 شهور يضرب ديال الحبس وثلاثه الجلسات ولا 4. واش الطرمونيه حضر في شي جلسه؟ هادشي هذا راه لا حول ولا قوه الا بالله. واش الطرمونيه عفايت له حضر في شي جلسه معاك السي قطيبي اللي ضربك اللي مشيتي ب8 شهور او لا الاخر او لا الاخر او لا من الرمانه مشى بعامين. مره وحده اللي استمعوا ليه وقتاش اخر مره في جواد اللي نضت عليه الغوت جابوه استمعوا ليه خداو الاقوال ديالو. حتى الاستماع ما كيستمعوش ليه جدا صافي. اللي قلتيها امينه السي طرمونيه مرحبا. باش تهبط بنادم حيت بارطاجا حتى راه خاصك تكون طرمونيه. باش تهبط الانسان الحبس حيت بارطاجا معلومه راه خاصك تكون انت هو طرمونيه، والا رجع اللور. هادشي راه ما انزل الله به من سلطان. ما عمرني ما توقعته يعني. هاد اليومين الاخير اخر مره فاش درت اللايف ندوز لكم دابا الجناح ديال المخدرات. دابا دخلنا عليكم بالله قبل ما ندوز الجناح ديال المخدرات. هاد المعطيات اللي عطيتكم هادي باقي واحد النقطه اهم بغيتش ننساها، ماشي اهم لكن من بين المهمه. بس تسمح لنا داكشي كثير. اسمعوا هادي سيدي، اسمعوا هادي زوينه هادي. اسمعوا عمرك يا باباك خلاها المرحوم الوفا الله يرحمه، عمرو يا باباه شي واحد ما حط شي كايه ضد الطرمونيه، وماشي في تشهير ولا في نشر ولا بارطاجي، لا في الصميم، في الدق الصحيح، في المخدرات وفي التهريب وفي الاجرام الصحيح ديال بصح والتزوير واستغلال النفوذ. عمر شي مخلوق ولا شي مواطن حط شي حكايه ضد الطرمونيه وتفعلت. المصير الاوتوماتيكي المباشر العفوي اللا ارادي هو الحفظ، هو الحفظ بدون استثناء. والامثله عكوكو حكايات ماشي هضره. انا كنقول انا خرجت وقلت دوزت لكم، غندوز لكم مازال ما دوزتش لكم، غادي ندوز لكم باذن الله التسجيل ديال داك الخاسر، داك الممسخ، داك المعفون حاشاكم، ديال داك غلطه اللي مسمي راسو غلطه، داك توفيق. غادي ندوز لكم اش كان تيقول على الطرمونيه والنشاط ديال الطرمونيه والمحيط ديال الطرمونيه، وشكون اللي مساهم مع الطرمونيه، وشكون اللي كيعطيه، وشكون اللي كيدوز ليه، وشكون اللي حاط في الواجهه، وشكون وعد حر. كنت قلت لكم انا ما غندوزوش، ولكن البارح انا والله القسم ما كان في راسي. كون كان في راسي كون درت ليه شي وقيته شحال هذيك، شي وقيته البارح ولا البارح وهضرت عليه عاد تلقى السيد هذاك عقلت ولا صيفط دوزت لكم الفيديو ديالو كيطلب وكيزاوق. ها العار الفرشه اسمح لي، ها العار انا مزاوق غلطت معاك وغلطت مع الوالده ديالك، ها العار لا باقيش دير ليا، ها لا صيفط النص ديال دوك كلها كيطلبوه، ها العار ما دوزوش، ها العار راه مسكين راه كدا، راه بوليداتو، ها راه كدا. رجعت للور، كبرت ورجعت للور. البارح مخلي لي نفس الميساج، وانا طلبتك ما تدويش عليا ودويتي عليا، والله يلعن بوك، والله يلعن امك، والله يلعن. وبقيت كنضحك قلت واخا خويا سير الله يسهل. قلت لي انا صافي عطيتيني، قلت لي الدافع باش نعطيك. كنت متقل، كنت عاطيك كلمه وكنقول ما ندويش عليك، عطيتك كلمه طلبت من لساني. ولكن دابا ملي رجعتي كتسب فيا وكتعطيني وكذا وتعطي في امي وتعطي كذا، الله يرحم لك الوالدين اخويا. انا والديك الله يرحمهم لك اخويا، الله عطيتيني اخويا باش نبرد قلبي، وانا غنتهلا في خويي. الا كنت عزيز عليك تقول خويي، وانا غنتهلا في خويي بالمزيان. ما تطاش معايا انت، خليك دوك انا ماشي انت هو الهدف صراحه. غادي غنعطيك الصراحه، ماشي ما نعطيكش، ولكن نعطي الولي نعمتك. هو الهدف ديالي النشاط اللي قلتي لي كتوصفوا لي بالتدقيق
فلان بالفلان وفلان بالفلان وفلان بالفلان وفلان بالفلان، وهذا راه عنده الكاميو، وهذا راه عنده الكراج، وهذا راه عنده القهوه، وهذا راه عنده كذا، وهذا هادشي كلشي غندوزو ان شاء الله. وانتم الناس ديال الوكاله شدوني من لساني هاد الايام ان شاء الله. ما بغيتش نكثر لكم على الطرمونيه، هذوك الطعارجيه وهذوك الطباله، الا عند باباكم القلب وعندكم النفس وعندكم الفطره السليمه، خرجوا جاوبونا على هذه النقاط. لا وتسبوا في عباد الله اللي كينتقدوا في ولي نعمتكم. خرجوا جاوبونا على هذه النقاط مشكورين. ياك نتوما كضربكم مع النفس، ما عندكم لا فلوس لا والو، ما كتشدوا فلوس، ما كتشدوا مصلحه من عنده، ما فهمتش اخويا ديك الهضره بنت تيقولها عارف واش الله ما انا يعني انسان الله عارف معروف بالعقل. انسان اللي كتلقى راسك غارق بحال هكاك، وعلاش كتخبي وجهك اصاحبي؟ واش الشيخه كتخبي وجهها؟ علاش كتخبي وجهك اصاحبي؟ علاش كتبدا تكذب وتبدا تقطع بعباد الله وتيضحكوا عليك اصاحبي؟ الناس كيضحكوا عليك. واش انت ملي كتدخل انت بالعقل اخي، انت شوف بالعقل ملي كدير منشور، انا نقول لك هذه القضيه بغيت نفهم انا الشعور ديالك كي كتحس انت، كي كتحس ملي كتوقع لك هذه القضيه هذه. ملي كدير منشور كتطبل فيه لولي نعمتك المفضوح، وكتسب فيه ولاد بلادك، وكيدخلوا الناس كيعلقوا قلال على انا دابا هذه الفكره اللي بغيت نجي لك. وكتلقى الناس سبحان الله العظيم هذاك المنشور ممسوخ ما عندش باباه شي تقدرش تعتمد عليه في شي تحليل ولا شي حاجه، يعني ما نهضرش على المحتوى كتبع الشكل. كتجي كتلقى الناس كيعلقوا عرفتي داك التعليق ديال ربي حنا مع الرئيس، حنا غادي نديرو، حنا خصنا نصبروا شويه. عرفتي دوك 5 ولا 10 اللي كيكونوا معاه وداك الشيء كيجيو ديما يعلقوا نفس التعليقات هادو. جيت انا خليت واحد التعليق مثلا، كنجي خلي واحد التعليق، هادوك التعليقات الاخرين وما كيتسوق لهم حد. وهذاك ديالي انا اللي كنحط انا وكنقول فيه داكشي اللي كنظن انه صحيح، الناس كتفاعل معاه وكيجيب جوابات وكتجاوب. هنا ما كتمرقش، ما كتقولش راه عندي انا شي حاجه ماشي هي ديك، خصني ريكتيفي لو تيغ. هذوك الطباله والغياطه اللي عندك، هذوك اللي يسبوا في عباد الله ويدقوا على عباد الله اللي ضد الطرمونيه ويطبلوا ويمجدوا في الطرمونيه، ما كاين حتى شي حاجه موضوعيه، غير داكشي ديال داك التمجيد هذا ديال الكلام الخشب. الله ينصر الرئيس ويعاونوا على هذا، الله يدير، الله بحال كيهضروا على شي ملك، بحال كيهضروا على الملك. واحد التقديس وواحد الاحترام يعني مبالغ فيه، لمن الشفار. ملي كدير هادشي هذا ما وهي كان عندك كنتي زعما كتراعي لهادشي، غتراعي الحوايج اخرى اهم. انت كتواصل مع الفرشه ماشي كتواصل معها باش تعطيني المعلومات، فاهم؟ كتواصل مع الفرشه باش تطلبوا ما يحطش على ولي نعمتك، وماشي كتواصل معاه بمعنى ها انت راك تهضر معايا بحال انا معرفه ديالك ولا كذا، ولا عادي بغيتك دير لا، كتطلب صاحبي، كتطلب بحال كتطلب على امك ولا على باك، الله يخليهم لك الا باقي في الحياه ولا ماتوا الله يرحمهم، يرحم كاع اموات المسلمين. كتطلب بحال كتطلب على امك ولا باك، وكتقول لي انا هادشي ما عندي فيه مصلحه ما كنتخلصش عليه. بزاف هذيك التباديله صاحبي، هذا راه دل، هذا ماشي نضال، هذا راه دل، هذا راه ماشي نضال صاحبي. او وعلى الاقل كضرب هذيك التماره اخويا، انا مع الطرمونيه بوجهي احمر، علاش تكذب؟ وداك الشيء اللي كدير انت مع لصالح الطرمونيه، وما كيديروش الناس اللي كيقولوا حنا مع الطرمونيه، كيقولوها مافيشينها وسياسيا وتسكتي، وما تيديروش هذاك الشيء اللي كدير انت. وانت تطلب وترغب وتقاتل وتمشي عند عقلتي نهار صيفطي. لا شوف انا ما نشخصنش، انا ندوز السماره ما نشخص، نخليك لا سخن عليك راسك وبغيتي تشخصن انا معاك على اي. كتقول لي طلع معايا في قبيله في التعليق، طلع معايا باش اش تقول لي؟ اش نسولك اش تقول لي؟ نطلع معاك في اللايف، ها الاسئله، جاوب، دير لايف انت وجاوب اخويا على راسك. اش نقول لك؟ نقول لك علاش مشيتي لبلجيكا، كي درتي مشيتي مثلا، تقدر تعاود لي كيفاش مشيتي لبلجيكا، باساج ديالك ديال ضرب غلاف وكذا وهذاك الشيء علاش نطلعك انت اللايف؟ اش بيني وبينك؟ انا عندي الغرض بولي نعمتك يعني بالطرمونيه.
بغيتي دخل عندي وندخل عندك، بغيتي جبدني انا معاك. هذا الاسلوب هذا ما عنديش معاه، ما كيضيع عليا الوقت، والله الا كيضيع عليا الوقت. ما نضيع وقتي معاك، وانت غتضيع وقتك، لان ما غتضيع وقتك وتكرفص الصراحه.